اجيو تشوفوا معايا الاعلام الجزائري ولا مهتم بالقضيه ديال الماتش ديال الجيش الملكي والنادي الاهلي اكثر من المصريين. وراه كارثه، ولاو مهتمين اكثر بالمصريين. شوفوا معايا الكارثه. الطامة الكبرى أن هذه الصور هي من أكبر منافسة في القارة السمراء، هي واجهة الكرة الإفريقية. دوري أبطال إفريقيا هو من يسوق للكرة الإفريقية على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي. يعني أن تشاهد يعني ثاني بطولة بعد كأس إفريقيا، بعد كأس إفريقيا أن تشاهد مثل هذه الصور في هذه المنافسة هو أمر مخزي، خاصة وأنه الطرف الثاني هو الأهلي العملاق الذي أينما ذهب استقبل واحترم بشكل كبير جدا. على الاحترام اللي تحترموهم انتم تبارك الله، الله يعطيكم الصحه. ما كاين احنا راه تفرجنا في شي ماتشات ديال الاهلي والزمالك وشي فرقه من الجزائر، اما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. احترامهم اللي تحترمهم تسبس مع خونا مول الفوتوشوب. كل حال وشفنا فضيحة يندى لها الجبين، خاصة أنه المنافسة هذه هي الأكبر على مستوى الإفريقي. يعني كما تفضلت وقلت أنه دوري أبطال إفريقيا هي المنافسة الثانية من حيث الحجم بعد كأس إفريقيا. نظن أنه الخلط ولا السياسة اللي انتهجها نظام المخزن بتسييسه لكرة القدم أو يجني الثمار تاعها. أنا نظن هذه الخروقات والفضائح والمهازل اللي يصراو في المغرب مؤخرا ما همش صدفة، بل هذا النظام يدفع في الثمن. لماذا يدفع في الثمن؟ لأنه دائما يشحن الجماهير سواء إعلاميا ولا من حيث يعني التسييس كرة القدم، حتى أنها أصبحت وحنا تنسيسو ياك، حنا تنسيسو كرة القدم ياك مع الاهلي الزمالك مع هاد الفرق. اش دخل حمارتك في اسبوع الفرس؟ انتوما اش دخل حمارتكم؟ يقول لي انتوما اشنو دخل حمارتكم في هاد الشيء هذا؟ ما فهمتش. انتوما وليتو مصريين اكثر ما هما مصريين اللي ما هضروش بهاد الطريقه هذه اللي هضروا عليها، اللي هضرتوا انتوما بها علينا. انا بعدا كاين هادشي دابا ما فهمتوش. شحال من فيديو درنا في هاد النهار هذا عليهم هما، وما هضرناش حنا على المصريين. لحقاش المصريين واخا هضروا مؤدبين وهضروا متحلقين وهضروا زوينين، واني شوف دابا نتوما الطريقه اللي تهضروا بها كي داير كمعيار لتطور البلدان. ولا يعني لو نقول لك نتكلم لك على واحد المباراة عندها يومين فقط أو 3، مباراة في دورة شمال إفريقيا جمعت فتيات كرة القدم منتخبات ناشئات تحت 20 عام. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الجزائري 4-1. زين قامت القيامة في المغرب كأنه إنجاز كبير، كأن ماشي من حقنا نفرحوا، ماشي من حقنا تنوض القيامة. عادي ربحناكم في المنتخب ديال النسوي، من حقنا نفرحوا ولا هي نتوما اللي تفرحوا؟ اسمع المغرب تفوق علينا عسكريا واقتصاديا وثقافيا. احنا بعدا كي ما قلناش هاد الهضره، لا انت اللي جبتي عسكريين حيت انت عقليتك في هاد العسكر. احنا ما جبنا لا عسكريين، نتحداك تجيب لي شي فيديو قلنا احنا عسكريين وتفوقنا. ما كايناش هاد الهضره حيت انت عقلك فيه العسكر من الاخر. وكذا الشحونات هذو اللي يديرها النظام هذا عبر اعلامي، البروباغندا الاعلاميه تاعو مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الذباب المخزني، هي اللي خلات الامور توصل لما وصلت له. نزيد لك حاجه، علاش نقول لك الامور تسيست في المغرب؟ في نفس الاسبوع الوزير الاول الجزائري السيد سيفي غريب كان في مصر. يعني احنا نعرفوا انه مصر من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر. كانت يعني أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية، كانت توقيع عقود اقتصادية كبيرة مستوى صناعي تجاري. وحبيبي ما نتنساش راه بزاف ديال الحوايج. دابا انت تبغي تدخل السياسة في الرياضة، أنا بعدا انت ما فهمتكش. حنا نبقاو معاك في مجال الرياضة. تعقل على أم درمان شنو كنتو تدرسوا فيها؟ أم درمان وما أدرككم أم درمان، كوارث اللي درتو والروينه اللي درتو. تم الماتش ما تلعبش في الملعب
ديال الجزائر ديال مصر تديتهم للسودان يلعبوا في السودان. لا حول ولا قوه الا وليتوا، انا قلت لكم وليتوا مصريين اكثر من المصريين. حقاش المصريين هاد العدد الفيديوهات اللي نتوما البلاطويات والروينه اللي درتو ما داروهاش المصريين هضروا متفق معهم، هضروا متخلقين، هضروا تبارك الله عليهم، ولكن نتوما درتو روينه الطاقه، الفلاحه وغيرها. وفي نفس الاسبوع الاهلي المصري كطرف يعني فريق مصري تنقل الى المغرب. شفنا هذه الاحداث الغير رياضيه. تقول لي اش هاد الهضره هذه؟ هاد الهضره نتايا اللي عندكم في عقلكم، نتوما اللي عندكم في عقلكم هاد الشيء هذا. اما هاد الشيء بين الجيش وبين الاهلي عادي، دائما تيوقع، ماشي اول مره غادي توقع. راه حنا هضرنا في الفيديوهات اللي دازوا، ملي مشى الوداد لعب تما كيبداو تيشيروا مقراعي، عادي مره عادي في بلدي هادشي تيوقع. زعما كاين حنا هادشي اللي اول مره تيوقع، ما عمر نتوما وقعت عندكم شي حاجه. راه بغينا نجبدوا الفضائي، راه غير ماتش وقع فيه الروينه ديال شباب بلوزداد، وقعت الروينه فيه بلا ما نحتاجو نبقاو نجبدوا الفضائح. راه بزاف، راه هادشي عادي. دابا انت حشيتي السياسه في الرياضه، لا حول ولا قوه. باش قلت لك انا عندك العقليه ديال العسكر عندك في راسك. يعني كي نربطوا هذه الاحداث كلها نشوفوا انه رد الفعل تاع النظام المخزن ما كانش يعني كان سلبي، وكان يعني ما كانش بريء. طبعا ما كانش بريء، لانه باش تقول لي الفعل هذا قامت به فقط الجماهير مفتعل. طبعا لا حتى الصور تظهر وليد بانه مثلا رمي القارورات نسبيا هو امر يحدث تقريبا في بعض الملاعب في افريقيا وحتى في العالم. هذا فعل مخابراتي 100%. قلت لك لا فعل مخابراتي 100%. الله يا ودي، راه دخلوا المخابرات ما كانوا دخلوا كيما تقولوا نتوما المخزن، هما اللي قالوا نضربوا بالقارورات. والله يعطينا وجهكم، والله يعطينا وجهكم يا المنافقين، كما تيقول لكم فؤاد صحافه الزيقو، الله يخلي باباكم بالخير. كان رد فعل النظام المخزن يعني من العلاقه الجزائريه المصريه، هذا هو الرد تاعو، يعني الاعتداء على الفريق، الانتقام من الفريق المصري. هذا هو الشيء اللي خلى الامور تخرج عن نطاقها وتوصل لهذا الشيء. تكلمت قبيله على الكاف. هل تتوقع وليد مثلا بعد هذه الاحداث ان تكون للكاف على عكس توقعات قرارات صارمه في حق راح تكون حتى قرارات صارمه. نزيد لك حاجه، انا من نتحداك في هذه، لحقاش ان الجمهور ديال الجيش غادي يتعاقب. دابا انت في عقلك انا عارفك شنو بغيت تقول يقول لك بلا ان الجيش ما يديروا لا والو. نعطيك سؤال عكسي، هل الاهلي المصري دار بيان ادانه الاحداث هذه؟ لا، قدم شكوى نظن فريق قدم شكوى، لكن ما قدم شكوى. بالنسبه للاهلي المصري قدم شكوى نظرا للعلاقه اللي تربط ما بين فوزي القجع وهاني أبوريدة. هي علاقه سمن على عسل بغض النظر. من حقنا خويا بحال السمن وعسل عادي، حقنا تكون بين هاني أبوريدة وتكون سمن على عسل، ضروري، حاجه عاديه. خوتنا هذوك وحبابنا عن الامور السياسيه وكذا. لكن من ناحيه يعني في كره القدم، هاني أبوريدة هو صديق مقرب جدا من فوزي القجع. انا نقول لك انه الكاف ما راح تخرج به حتى بيان. كاين لجنه الانضباط اللي راح تمد خلاصه. يعني ياك ما بغيت يا خويا يخرجوا ويقول لهم المغرب داروا في التراك، اجي نحيدوا لهم كاس افريقيا، اجي نهبطوا عليهم، اجي. هذيك العقليه الكرغوليه خليها عندك، انا تنقولها لكم. بركه من النيفال. الجوله الثانيه للمنافستين الافريقيتين، دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، راح تكون على الارجح تكون غرامات ماليه. ما تكونش غرامات ماليه، غادي تكون عقوبه للجمهور، غالبا تكون عقوبه للجمهور باش ما يدخلش للتيران. هادشي اللي كاين. المهم الشباب، كان هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى الله ينال الاعجاب ديالكم. عجبكم لايك وسبسكرايب.